نشوفوا هذا الفيديو. علاش داك العالم كيرفرف واخا ما كاينش الهواء في الفضاء، وفينا هما النجوم من موراه، وكيفاش دازوا من الحزام الاشعاعي بلا ما يتحركوا. الا كان كيتصحاب لك بانه هوليوود هي اللي اخترعت هذا الفيلم ديال الهبوط على القمر، خليني نقول لك على انه التكنولوجيا اللي كانت في الستينات كانت ضعف من انها تكذب الواقع. بكل بساطه في عام 1969 كانت النازا قادره انها تطلع للفضاء سهل ليها 100 مره من انها تزيف واحد الفيديو، حيت ما كانتش التكنولوجيا تقدر تعاون ديك الساعه. تقنيات الاضاءه والسينما ما كانتش كتقدر تحاكي هذاك الضوء المتوازي ديال الشمس بلا حتى شي ظل متقاطع يكون في الكاميرا. والدليل على هضري تنقول ماشي من عند الميريكان، من عند الاعداء ديال الميريكان. الاتحاد السوفيتي في الوقيته ديال الحرب البارده كانت كتراقب اي اشاره متعلقه بالمركبه ديال ابولو الفضائيه اللي كانوا كيطلعوا بها الامريكان للفضاء، ولو كانت اي حاجه تما كذوب كانوا غيكونوا اول وحدين غيفضحوهم قدام العالم. رواد الفضاء اللي طلعوا ديك الساعه خلاو واحد المرايه في سطح القمر، وفي بعض المراصد بحال اباتشي بوينت كيقدروا العلماء انهم يوجهوا واحد الليزر لهذيك المرايه وكيرجع لهم الانعكاس ديالها باش يحسبوا المسافه بالمليمتر. يعني كل ما طلعوش كيفاش كانوا يقدروا يوصلوا لهذاك الانعكاس. في الاخير القمر كاين والمرايه حتى هي كاينه، وعارف بانه كاينين الناس بزاف كيقولوا بانه هذا الموضوع كذوب، وكاين الناس اللي وصلت بهم لدرجه انهم كيقولوا هذه مؤامره من الناس.